السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقه الثالثه من سلسله دليل دخول ستيم لعام 2026. في الحلقه الاولى عرفنا ليه قررت اعمل السلسله دي، وفي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن يعني ايه ستيم ونظام الدراسه وشروط التقديم. لكن بعد كل ده لسه في سؤال واحد هو الاهم: هل ستيم فعلا تستحق؟ وهل لو رجع بيا الزمن اختارها مره تانية ولا كنت اختار طريق تاني؟ الحقيقه ان السؤال ده ملوش اجابه واحده، لان ستيم مش احسن مدرسه لكل الناس، وفي نفس الوقت مش المدرسه المستحيله اللي ناس كتير بتتصورها. وعشان كده في الفيديو ده مش هحاول اقنعك تدخل ستيم، ومش هقولك بلاش تدخلها. انا هدفي انك بعد ما تخلص الحلقه تعرف اذا كانت ستيم مناسبه ليك فعلا ولا لا. ولو اول مره تشوفني فانا مريم محمد رجب، طالبه في جريد 11 في ستيم عادي، واتقبلت في مدرسه رغبه اولى. ومن خلال السلسله دي بنقل لكم تجربتي بكل امانه، بالحلو اللي فيها وبالصعب كمان. خلوني ارجع بكم شويه لليوم اللي بدات فيه افكر اقدم لستيم. وقتها كنت بدور على مدرسه مختلفه، مش لاني كنت بكره الدراسه، بالعكس، لكن كنت حاسة ان مجرد الحفظ مش كفاية. كنت عايزة افهم واجرب واتعلم طريقة مختلفة. ولما بدأت اقرأ عن ستيم اكتر حاجة شدتني كانت انها مش معتمدة على التعليم النظري بس، لكن كمان على الفهم والتجربة وحل مشكلات. وفكرة ان طالب في سني يشتغل على مشروع حقيقي ويحاول يحل مشكلة موجودة في المجتمع كانت بالنسبة لي حاجة مميزة جدا. كمان كنت عارفة ان الدراسة فيها هتخليني اطور مهارات كتير زي البحث والشغل مع فريق والعرض وكمان الانجليش، وده كان بالظبط اللي انا بدور عليه. لكن هل كنت داخله وانا واثقه؟ بالعكس، كنت خايفه جدا، يمكن اكتر من اي حد بيفكر يقدم دلوقتي. كنت محتاره ومتشتته، مش عارفه اقدم ولا لا. ممكن تكون ثانوي احسن ليا، طب مثلا ليه مش ستم؟ كنت جايه من مدرسه وفجاه ان انا هدرس 10 مواد او اكتر، كمان حوالي 12 ماده، معظمها بالانجلش، وان انا كنت مدرسه عربي، وكمان كنت بسمع ان في ضغط كبير جدا ومشروعات وجورنال وكابستون وتاسكات كتيرة وبرزنتيشن، وان انت اللي تشرح ومفيش منهج، وان لازم تنظم وقتك كويس جدا. وغير كل ده كنت داخلة كمان على مجتمع كله طلبة متفوقين زيي، فكان طبيعي اسأل نفسي هو انا اعرف اواكبهم؟ وزي اي حد سمعت اشاعات كتيرة اشهرها ان كل اللي في STEM عباقرة، ولو انت مش عبقري يبقى متفكرش تقدم. لكن بعد ما دخلت اكتشفت ان دي مجرد اشاعة. هو احنا بنبقى متميزين وبنكون فعلا مختارين من المتفوقين. يعني مثلا انا كنت الاولى على المحافظة بتاعتي في تالتة اعدادي، ومعايا ناس كتيرة برضو كانوا الاوائل على محافظتهم وشاطرين. بس برضو مش الفكرة ان هو اللي يخشها لازم يكون عبقري، لا، في ناس تانية برضو دخلت وكانت مستواها عادي، بس كانت اشتغلت على نفسها قوي. وطبعا اكيد في ناس مميزة جدا، لكن اللي بيفرق فعلا مش انك اذكى واحد، اللي بيفرق هو انك تكون مستعد تتعلم وتتعب وما تستسلمش اول ما تقابلك صعوبة. وكمان في تحدي تاني كان بالنسبة لي اني اقنع اهلي، لان في البداية كانوا قلقانين جدا، خصوصا اني بنت وعايش بعيد عن بيتي، وده كان خوف طبيعي. لكن فضلت اتكلم معاهم واشرح لهم ان انا مؤمنة بالتجربة دي، وليه شايفة ان هي تكون خطوة مهمة في مستقبلي. والحمد لله في النهاية وافقوا، وده كان من احسن القرارات اللي انا خدتها. وجاء اول يوم في ستم، ولحد دلوقتي فاكره الاحساس ده، كان مزيج بين السعاده والخوف. سعاده اني حققت حلم كنت بشتغل عشانه من سنين، وخوف من كل حاجه جديده مستنياني، مكان جديد، ناس جديده، طريقه دراسه جديده، وحياه مختلفه تماما. لكن في نفس الوقت كان عندي شغف كبير اعرف انا داخله على ايه. واول اسبوع كان صعب، مش لان الدراسه مستحيله، لكن لان كل حاجه حرفيا كانت جديده. فجاه بقيت بذاكر مواد كتيره. طبعا في اعدادي كنا بنذاكر هم 5 مواد، فجاه لقيت مواد كتيره كلها بالانجلش، عندي جورنال بعد اسبوعين، تاسكات كتيره في اول اسبوع، عندي كابستون معرفش هو ايه اصلا في الاول، ولازم انظم وقتي واعتمد على نفسي واتعرف على زمايل جداد، وكل ده في وقت واحد. وطبيعي يخلي اي انسان يحس ان هو تحت ضغط كبير جدا وبريشر عالي. لكن بعد فترة بدأت أفهم إن المشكلة مش في ستيم، المشكلة إن أي تغيير كبير في حياتك بيحتاج وقت عشان تتأقلم عليه. وده بنعرفه بفكرة إن أنت تخرج من منطقة الراحة أو الكومفورت زون. أي حد بيخرج من منطقة الراحة، حاجات كان هو متعود عليها فبالنسبة له عادية، بيحس إن هو فجأة آه، بقى في تهديد، او بقى انا حاسه ان هو في ضغط، في حاجه جديده، كلها حاجات جديده وغريبه، فبيحس ان هو لا، عايز يرجع منطقه الراحه بتاعته تاني، اللي هو اذاكر عادي زي ما كنت بذاكر في اعدادي وابتدائي، اجيب درجه عاليه وخلاص. ومع كل اسبوع كان بيعدي كنت بحس ان الامور بدات تبقى اسهل، وان الحاجات اللي كانت مخوفاني بقت جزء طبيعي جدا من يومي، بالعكس بقيت بعملها كمان بسهوله. وده خلاني اتعلم درس مهم جدا، ان اول انطباع عن اي تجربه مش بيكون هو الحقيقه كامله. وده ياخدنا للسؤال الحقيقي: بعد سنة كاملة في ستيم،
ايه الحاجات اللي فعلا فرقت معايا وايه المميزات اللي تستحق وايه العيوب اللي لازم تعرفها قبل ما تاخد القرار، وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. طيب، بعد كل اللي قلته هل معنى كده ان ستيم مدرسة مثالية؟ الإجابة لأ طبعا، مفيش مدرسة كاملة، وزي ما ليها مميزات كتيرة ليها برضو عيوب كتيرة وتحديات لازم تكون عارفها قبل ما تاخد القرار. طبعا مش كل حد او مش اي حد ينفع يخش ستيم، ممكن يبقى الاتنين شاطرين والاتنين جايبين درجات عالية، بس واحد يعرف يتأقلم واحد لا. فانت شوف ايه العيوب اللي تقدر تتأقلم معاها، ولو لقيت معظم العيوب انت فعلا قادر ان انت تعديها وما عندكش مشكلة ان انت حتى لو في فترة صعبة في الاول هتعديها، فتمام خش مدرسة. لو لقيت نفسك كل العيوب دي انت بالنسبة لك لا مش عارف اعدي فيها، عشان ما تضيعش وقتك في بلاش اصلا تقدم عليها، لان لازم برضو نفكر بتفكير حكيم شوية. بالنسبة للمميزات، فأول ميزة بالنسبة لي ودي يمكن أهم ميزة في ستيم إنها غيرت طريقة تفكيري. أنا ما بقتش بدور على إجابة خلاص، بقيت بسأل ليه، ولو معرفتش حاجة ما بقتش استنى حد يقولها لي، بقيت أعرف أبحث بنفسي وأقارن بين المصادر وأوصل للمعلومة الصح. مع الوقت مهارة الريسيرش عندي اتطورت جدا، ودي من أكتر المهارات اللي هتفيدني في الجامعة وفي الشغل وفي أي حاجة هعملها بعد كده، وهتخلي دي مميزاني أكتر بالذات في الجامعة. طيب الميزة التانية انك انت بتتعلم مهارات ناس كتير ما بدأتش تتعلمها غير في الجامعة او بعد التخرج، زي مثلا انك تشتغل ضمن فريق، التيم وورك، وتعرض فكرتك قدام الناس، البرزنتيشن سكيلز والسوفت سكيلز، انك تعمل برزنتيشنز كتيرة وتشرح فيها، اصلا فكرة انك تشرح وتوصل معلومة وتكتب زي essays بالانجلش اللي هي بتلخص في الجورنال، وتناقش افكارك قدام دكاترة زي ما بنعمل في الاكزيبيشن بتاع الكابستون. دي كلها مهارات بقت مطلوبة في أي مكان سواء في الجامعة أو سوق العمل. الميزة التالتة فكرة الإنجليش. طبعا فكرة ان انت تدرس المواد كلها بالإنجليش مش مستحيلة، لكن الحقيقة ان مع الاستخدام اليومي مستواك بيتحسن جدا في الانجليش كلغة. احنا بنتكلم انجليش كلغة مش كمادة كنا بناخدها مثلا في اعدادي، او حتى اللي كان بيدرس برضو بالانجليش، لا احنا اصلا مستوى الدراسة عندنا كمعلومات بتبقى عالية جدا advanced شوية، فانت اصلا بتتعرض لانجليش عالي جدا انت ما قبل كده ما تعرضتش ليه قبل كده، فبالتالي مستواك بيتحسن. غير كده لو انت كنت اصلا بتدرس عربي، و ده هيكون كمان ميزة اكتر ليك، لان انت هتتعود ان انت تدرس باللغة دي في سن صغير، فبالتالي كده كده كل الجامعات دلوقتي بتدرس بالانجليش، سواء بقى كانت طب غير طب كله بيدرس بالانجليش، فانت بالتالي هتكون متأقلم مع الوضع ده. غير مثلا زمايلك اللي في ثانوي لو كانوا هما بيدرسوا بالعربي فيخشوا على الجامعة هيكون بالنسبة لهم صدمة في الأول شوية، فانت هتكون متعود على ده. الميزة الرابعة ان انت بتكون وسط ناس عندها نفس الشغف، الكوميونتي. بجد دي اكتر حاجة حسيتها ميزة في ستيم، ان انت حواليك ناس بتتعلم، بتحب تتعلم وتجرب وتشارك في مسابقات وتطور نفسها وتعمل سي في كويس، ولما تكون في بيئة زي دي غصب عنك هتتأثر، لو انت حتى مش عايز هتجرب ان انت هتحاول ان انت على الاقل تبقى زيهم، فهتلاقي نفسك بتتحدى نفسك كل يوم وشخصيتك بتتطور، وبتعرف حاجات كتيرة ما كنتش يمكن تعرفها بسبب الكوميونتي اللي انت عايش فيه. ومن المميزات المهمة جدا كمان موضوع الكليات او الحاجات اللي احنا هنخشها بعد ستيم، ودي نقطة ناس كتيرة بتسأل عنها. طلاب ستيم بيكون ليهم نظام تنسيق خاص بيهم غير ثانوي او بكالوريا، ده بيديهم فرصة ان هم ينافسوا على مجموعة محددة من الكليات مع عدد محدد، لان احنا اصلا عدد طلاب ستيم على مستوى الجمهورية كلها، جمهورية مصر كلها حوالي 2500، من 2500 ل2000، لان في ناس كتير طبعا بتحول في اولى وتانية، فعلى تالتة بنكون حوالي 2000 طالب، فبيكون عدد في نفس الوقت قليل، وبننافس على كليات قليلة مش كليات كتيرة، مش عندنا الفرايتي او الفرصة ان احنا نختار بين كليات كتيرة زي بره. طيب لو انت علم علوم فالكليات المتاحة هي طب بشري، طب اسنان، صيدلة، علاج طبيعي، وطب بيطري. ولو انت علم رياضة فالكليات المتاحة هي هندسة، حاسبات ومعلومات او كمبيوتر ساينس، الفنون التطبيقية، وكمان كلية العلوم مشتركة ما بين علم علوم وعلم رياضة. يعني انت اقل حاجة ممكن تجيبها في علم علوم او علم رياضة هي كلية علوم. وطبعا كلية علوم دي اصلا بره في ثانوي بتاخد من مجموع عالي جدا، فهي مجموعها قليل في ستيم، بس بره مقارنة ببره فهي مجموعة عالي جدا، فبرضه هي مش كلية قليلة. لكن في نقطة مهمة جدا، وجود تنسيق خاص مش معناه كلية مضمونة. التنسيق بيعتمد على درجتك وكمان ترتيبك على الدفعة بتاعتك. طبعا كان في الاول في حاجة اسمها النسبة المرنة، ممكن اشرح لكم اصلا ايه النسبة المرنة دي في فيديو خاص، بس دلوقتي اتغيرت وبقت اعتماد على نظام تاني
اتغيرت السنة دي، وطبعا لسه هنشوف بقى النتيجة طبعا السنة دي. من المميزات برضو اللي الناس كتير ما تعرفهاش ان بعض الجامعات في مصر بتقدم منح او خصومات خاصة لطلاب ستيم، وده بيختلف من جامعة للتانية ومن سنة للتانية، لكن بشكل عام وجود الفرص دي يعتبر ميزة كويسة جدا. وكمان السtem بشكل غير مباشر بتساعدك جدا لو هدفك تقدم على منحة داخل مصر أو خارجها، لأن خلال ال3 سنين هتعمل مشاريع كتيرة، هتشارك في أنشطة، ممكن تدخل برضو مسابقات، تتعلم ريسيرش وحاجات تانية كتير. كل الحاجات دي بتقوي الCV بتاعك والبورتفوليو. وفي المدرسة مش هتجيلك المنحة لوحدها، المدرسة أصلا مش بتجيبلك المنحة، المدرسة بتساعدك تقدم فيها، او بتساعدك بتهيالك الجو او الكوميونتي نفسه ان انت تقدر تقدم، وهتديك برضو الادوات والخبرات اللي تخليك تنافس بشكل اقوى. لكن هي مفيش منح بتخلي الناس بتوع ستيم يتقبلوا، مفيش حاجه اسمها كده. في ميزه بقى شخصيه جدا بالنسبه لي، يمكن ناس كتيره ما بتفكرش فيها او ما بتديهاش اهتمام، هي انك بتتعلم تعتمد على نفسك. محدش هيصحيك الصبح من النوم عشان تروح المدرسه، محدش هيفكرك بميعاد الاكل، ولو ميعاد الاكل خلص خلاص استنى الميعاد اللي بعده بقى، اللي هو اصلا بعدها ب3 ساعات. ويا سلام بقى لو العشاء فاتك، خلاص استنى اليوم اللي بعده. هتغسل هدومك بنفسك، ترتب اوضتك، تنظم يومك. ولو مدرستك بعيد عن البيت، هتتعلم كمان تعتمد على نفسك في المواصلات، كل اسبوع هتروح وتيجي لوحدك. يمكن في الاول الموضوع يكون مرهق، لكن بعد فترة هتكتشف ان شخصيتك بقت اقوى، وانك بقيت تعتمد على نفسك في حاجات كتيرة. ودي من اكتر الحاجات اللي انا ممتنة ان ستيم علمتها لي. لكن خلوني اكون صريحة بقى معاكم، ان اكبر عيب في ستيم هو الضغط، وانا مش هقولك انها سهلة، لانها فعلا مش سهلة. في فترات هتلاقي عندك امتحانات، تاسكات، جورنال، كابستون، ومشروع. مشروعات بقى سواء ليها علاقة بالمدرسة نفسها غير الكابستون نفسه واوقات كلهم بيجوا في نفس الاسبوع. فساعتها بقى تحس ان اليوم ال24 ساعة مش مكفيين، انت عايز يوم كده مكون من 100 ساعة عشان تلحق تخلص الحاجات دي كلها. وده طبيعي جدا في ستيم. عشان كده لو انت من النوع اللي بيحب ياخد المعلومة جاهزة، ومش بيحب يدور ويبحث ويتعب، ومش مستعد يتحمل الضغط، فبصراحة ما انصحكش بالسم. لان هنا محدش هيجيب لك كل حاجة لحد عندك، انت اللي هتدور واللي هتتعلم وهتتعب. وايوه احنا في السم بنتعب اكتر من اي حد تاني، لان دي الحقيقة. لان في المقابل انت بتبقى عليك ضغط كبير جدا، عندك اصلا 10 مواد، وكل مادة انت ما عندكش برضو منهج، فمحتاج تدور على سورس ليها، محتاج تحل، محتاج تعمل حاجات كتيرة قوي في نفس الوقت. فانت فعلا بيبقى مضغوط عليك. لكن في المقابل بنتخرج واحنا معانا مهارات وخبرات وتجارب صعب اي حد يكتسبها خارج ستيم بنفس السرعة في مكان تاني. طيب لو رجع بيا الزمن، هل هدخل ستيم تاني؟ الإجابة بكل وضوح أيوة، بس هحاول ادخلها وانا عارفة معلومات اكتر عن ستيم، وعارفة اكتر عن عيوبها، وعارفة اكتر عن مميزاتها. لان معظم الناس اللي واجهت مشاكل اول ما دخلت انا شفتهم، كانوا ان هم مش واخدين فكره قوي عن المدرسه. يعني مثلا في ناس ما كانتش عارفه ان في حاجه اصلا اسمها جورنال، كان في ناس مش عارفه اصلا ان في مشروع بنعمله اسمه الكابستون. فيعني حاولوا ان انتوا يا جماعه قبل ما تخشوا مدرسه تكونوا مقارنين ما بين عيوب ومميزاتها، وتشوفوا ايه العيوب اللي هتقدروا تأقلموا عليها. يعني مثلا في ناس بالنسبه لها عيب الغربه ده مش هتقدر عليه، في ناس بالنسبه لها هتشوفه تحدي، وهتحاول ان هي حتى لو مش هتقدر عليه تحاول ان هي تطور من نفسها، ان هي تتعود ان هي بعد كده ممكن تروح اماكن مختلفه، بعد كده لو عايزه تسافر في منح بره. فانت بالتالي لازم تتعود ان انت لو حاجه عندك انت متقدرش تعملها تحدى نفسك فيها، وان انت تقدر تتاقلم عليها. في ناس تانية بالنسبه لها لا، ده بالنسبه لها عادي مش هتقدر تتاقلم عليه. فكل واحد على حسب شخصيته، وعلى حسب طباعه، وعلى حسب تجاربه في حياته هيقدر يقرر ساعتها هل العيب ده بالنسبه لي عيب فعلا ومش هقدر اتاقلم عليه ومش عايزه، بالنسبه لي اللي هو لا. وفي ناس تانية بالنسبه لها العيب ده ممكن يكون ميزه، وفي ناس تانية بالنسبه لها اصلا مش عيب. فده كمثال. امثله تانية بقى حاجات كتيره، سواء الضغط سواء حاجات، انا جمعت او لخصت العيب فكره ان الضغط على كذا حاجه في نفس الوقت، لان انت بيبقى عندك حرفيا اكتر من 12 ماده، بتبقى عندك حاجات كتير قوي في نفس الوقت، فانت يعني ايه بتبقى مضغوط شويه. لكن ارجع اقول برضو ان انت قارن بين مميزات وعيوب مع ثانوي ومع بكالوريا ومع ستيم. لكن انا كمريم شايفه ايه، شايفه ان طبعا اكيد في مميزات برضو بره. يعني مثلا مميزات بكالوريا ان انت عندك مواد قليله جدا مقارنه بستيم. في نفس الوقت انت عندك وقت اكتر ان انت ممكن تتعلم حاجات، لان احنا برضو بنبقى مضغوطين في الدراسه وكده. فيعني معظم وقتنا لو احنا عايزين نتعلم حاجه بيبقى في الاجازه، او مثلا في الاجازات اللي ما بين ال اللي هي الترمات وكده. ف بيكون وقت معظمه اللي فاضي عندنا. لكن انتوا بره قدامكم فرصه كبيره ان انتوا
تتعلمه. بس الفكرة تيجي هنا في نقطة معينة برضو، ان انت مش هيكون سهل بالنسبة لك تلاقي الحاجات اللي تتعلمها، او هتكون عندك وقت بس مش عارف تتعلم ايه برضو. لان احنا مثلا في ستيم بيبقى عندنا ناس اكبر مننا تقول لنا نعمل ايه، بيكونوا هما مجربين داخلين بقى مسابقات وحاجات شبه كده. عندنا برضو في جروبس كتير قوي بنعرف من خلالها ايه البروجرامز الموجوده، نتعلم ايه. غير اصلا ان في المشروع اللي بنعمله كل ترم بيبقى الى حد ما لازم نتعلم حاجات عشان نعرف نعمل مشروع كويس. يعني مثلا في الترم التاني كنا محتاجين نعرف عن مثلا حاجات ليها علاقه بالكهرباء، وازاي نقيس مش عارفه الفولتات، وازاي نعمل مش عارفه ايه والحاجات دي كلها. مثلا في تانية محتاجين نعرف حاجات ليها علاقه بالروبوتكس بالالكترونكس قصدي. ويعني انت اوريدي بتبقى الكوميونتي اللي انت فيه بيحتم عليك تتعلم حاجات معينه. غير كده اصلا ان انت ما بتلاقي مثلا صاحبك مثلا اشترك في كورس كذا فانت بتشترك في كورس كذا. فيعني اتمنى اكون قدرت اوصل المعلومه اكتر. بس اكيد انتوا فهمتوني ان الفكره كلها في الكوميونتي بتاعك انت تقدر تعمله، بس بره هتعرف. مش هقولك ان هو مش مستحيله، بس انت محتاج تتعب اكتر بره عشان تلاقي الحاجات اللي انت تقدر تطور نفسك فيها وانت بره. برضو نظام بكالوريا هو نظام جديد مش معروف، مش لسه يعني يعتبر احنا اول حقل تجارب فيه، لان احنا الدفعه اللي طبق عليها نظام بكالوريا جديد. وطبعا انتوا حاليا اللي بيشاهدوني راغبين دلوقتي فانتوا هتبقوا تاني دفعه. غالبا مش تعرفوا نتيجه بكالوريا غير وانتوا اصلا في الشهاده بتاع بكالوريا في تانية. وطبعا انت مش هينفع تقدم على ستيم وانت في تانية، لازم أن تكون مخلص تالتة اعدادي. فيعني استخيروا ربنا يا جماعه، استخيروا ربنا، صلوا صلاه استخاره، وحاولوا تقارنوا تحطوا كده قدامكم مميزات بكالوريا مميزات ستيم وتشوف. بس يعني overall اي حاجه يا جماعه، اي حاجه ليها impact او ليها مميزات او هتأثر فيك بالايجاب جامد، حاجه مهمه محتاجه تعب محتاجه صبر. الحاجات اللي سهله مش بتبقى ليها افكت كبير قوي في حياتك ومش هتساعدك قوي. لكن لو انت فعلا عايز حياتك تبقى احسن، عايز مستقبلك يتغير بشكل افضل، فانت محتاج تسلك الطريق الصعب سواء من ستيم او بره. في ناس برضو بره من ستيم بتحقق نجاحات كتيره. فده كله بيعتمد عليك، سواء انت اتقبلت او ما اتقبلتش، سواء انت مش عايز تقدم او عايز تقدم، اخترت بكالوريا اخترت ثانوي اخترت ستيم، فانت لازما في كلتا الحالات تتعب. وجماعة دي كلها طرق مختلفة هتوصلك لنفس النتيجة في النهاية. لو ربنا كاتب لك هتخش كلية كذا انت تخشها، سواء من ستيم سواء من بكالوريا سواء من اي حاجة. مش عايزين نقول مثلا فكرة ان كذا مقبول من كذا. يعني مثلا في ناس بتقول كلية مثلا هندسة مضمونة في مش عارفة في ستيم، كلية مش عارفة طب مضمونة في بكالوريا مش عارفة ايه. جماعة مفيش حاجة مضمونة، الضمان لله وحده. كلها طرق هتوديك لنفس الهدف. بس انت حاول تشوف انهي طريق هيخليك تطلع باستفادة اكبر. انا بالنسبة لي كان طريق ستيم، انا شفت ان انا هقدر اتعلم مهارات كتيرة ما كنتش اقدر اتعلمها بره. وكمان هيبقى المجتمع بتاعي كويس ككوميونتي يعني كاصحاب وكده. وبرضو يا جماعة مش هتلاقوا الناس هناك طيبين وكده، هم ناس بيبقوا هيلبفul جدا ومساعدين وكده. بس هتلاقي برضو ناس خبيثة جدا، ناس بتخبي عليك هي بتعمل ايه. وده كتير، وده انا شفته فعلا في مدرستي مثلا او في اي مدرسة تانية. ده موجود في كل مكان بس يمكن اكتر في السم عشان الكل بيبقى شايف نفسه احسن حد وكده، فبيخبوا وبيبقى فيه شوية خباثة شوية. بس في نفس الوقت برضو بيبقى ايه في حاجات كده زي مشهورة فده بيساعدك. بس كده. وفي النهاية انا مش هقولك ادخل ستيم ومش هقولك بلاش تستم، لان القرار ده لازم يكون قرارك انت. لكن اقدر اقولك حاجة واحدة، لو انت شخص عندك شغف بيحب يتعلم مستعد يتعب ويتحدى نفسه فغالبا هتستمتع بالتجربة وتستفيد منها جدا. اما لو انت عايز طريق مريح كل حاجة تبقى جاهزة من غير بحث من غير مجهود، فاعتقد ان ستيم هتكون صعبة عليك فبلاش. وفي الاخر استخير ربنا واجتهد، ولو ربنا شايف ان ستيم خير ليك هيدخلك ليها، ولو شايف ان طريق تاني احسن ليك برضو فصدقني هيكون هو الخير ليك. ولو وصلت لحد هنا فانا بشكرك جدا على وقتك. ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في التعليقات وهجاوب عليه في فيديو مخصوص ليه. وما تنساش تشترك في القناة وتبعت اللينك الحلقة دي لأي راغب ممكن يساعده ان هو يختار فعلا عايز يخش ولا لأ. والحلقة الجاية بقى نتكلم عن اهم حاجة الا وهو اختبار القبول، ازاي تبدأ تستعدله، ازاي ذاكرت فيه وشكله عامل ازاي. اشوفكم في الفيديو الجاي، متنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.